بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة لو الزوج قالها هيخرب بيته بإيده. الجملة اللي هي أنا لو اتنرفزت ما بشوفش اللي قدامي. الجملة ديت الكلام ده أصلا كذب ومش صحيح، لأن هو يقدر يتحكم في نفسه. لأنه مثلا لو قدام مديره، لو قدام زمايله في الشغل، لو قدام حد مهم له مصلحة معاه، عمره ما هيقدر ان هو يعمل كده او يقول كده. فالست في البيت بقى اللي هي ما يقدرش يقول لها كده. مين بقى؟ لو عندها عيلة كبيرة، لو عندها منصب كبير، لو عندها مرتب كبير، مش هيقدر يعمل لها حاجة طبعا لأنه مش غبي. مين بقى اللي هيتعمل فيها الكلام ده؟ الست اللي ما عندهاش ايه ظهر. وهذه الست يا اما بتطلب الطلاق، يا اما بتنفصل عنه داخل البيت يعني. وبتحاول على قد ما تقدر تنقذ الاولاد من الاسلوب دوت. ولكن لو حصل بعد كده ان الزوج ده مثلا عي ولا اي حاجه، طبعا هي مش هتعبره ومحدش هيعبره، هو اللي جابه لنفسه. ولو كانت واحدة مخطوبة وركزت شوية ولقت خطيبها بيقول الجملة دي، طبعا يفضل انها تسيبه فورا وبدون اي تردد. وربنا يحفظنا جميعا.